اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وبدأنا في تنظيفات الشقة والفرش الشتوي. أول حاجة بقى بدأنا بيها كانت البلكونة. في الفيديو اللي فات اللي ما اتفرجش عليه روح اتفرج عليه. ودلوقتي دخلنا على أوضة الأطفال وغسلنا طبعا السجاجيد ونشرناها زي ما انتم شايفين، وبعد كده دخلنا بقى على أوضة الأطفال. قلبنا الستاير بقى، طبعا شلنا الستاير الخفيفة ديت وحطيت الستاير التقيلة. شلت اول حاجة بقى الستاير شلت الحلقات منهم وقمت حطاهم في الغسالة يتغسلوا. عبال ما انا اخلص يكون ايه اتغسلوا هتشالوا اساسا، دول بتوع الصيف فهيتشالوا كده كده. وبعد كده هوت بقى مسكت الشبابيك عملتها، والحيطان مطرح ايدين الولاد الصغننة جنة ورودي، وعندي سرير كده هوت برضو غسلته. في حاجات طبعا انا جبتها لكم، حاجات ما طولتش عليكم الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. بتفرجوا على فيديوهاتنا السابقة، عملت فيها البلكونة وغسلت السجاد، وكمان عملت البطاطا وعملت الجلاش. وبتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت واعملوا لنا لايك وحطوا لنا كومنت حلو منكم. شجعونا وتابعونا واعملوا لنا سبسكرايب، اشتراك في القناة، ودوسوا على زر في الجرس كده، دوسوا على الكل هيجيلكوا الكل، فدوسوا على الكل. بقول لكم بصوا المرأة سلاحها التنظيف. زعفت كده الحيطان وريشت كده الشبابيك من التراب. حلوة الريشة بتنزل التراب بسرعة، وبعد كده بحتة بقى عشان لو عملتش بحتة مبلولة بتعمل زي كده هو خط اسود مش بتبقى حلو. لكن بتنزلي التراب الاول. بقول لكم بصوا التراب اللي دخل عليا من البلكونه. ما البلكونه طلعت تراب جامد، فدخل بقى على الاوض وعلى الشبابيك، وابتديت بقى اخد واحده واحده كده. هوت ادي شباك الاوضه، شباك اوضه الاطفال اللي بيطل على البلكونه. خدته كده بالتراب بالريشه، وبعد كده بحته ناشفه نزلت بقيه التراب، وبعد كده بقى جبت ايه، غسلته يعني بحته مبلوله تليفه كده وشويه اريال وحته مبلوله كده ونشفته بقى ابيض زي ما انتم شايفين. ما شاء الله هو ابيض، انا ايديا فيه على طول. بس هو المشكله بقى في التراب اللي على الشارع ده، يعني حتى لو كون لسه مسحين ونلاقي الشبابيك مطربه تاني. والبلكونه كانت يعني انا كنت بقالي 3 شهور بس على التراب اللي طلع منها ده كله، ما كنتش عملت الجزء اللي جوه. لكن هي بتتعمل كل يوم عشان بننشر فيها، فانا من ناحيه النشير بعملها كل يوم. اما من الناحيه اللي جوه دي قعدت 3 شهور. كل التراب، كميه التراب اللي طلعت دي بعد 3 شهور، تخيلوا بقى. هو اللي على الشارع العمومي كده، ورغم ان في اسفلت بس كانوا في فحت، عشان كده تقريبا التراب الكتير ده اللي لقيته موجود. بس وكنت انا تعبانه طبعا، الحمد لله والشكر لله. فعشان كده انا ما قدرتش اعمل الفتره دي بصراحه. فابتديت بقى قلت يلا ربنا يديني الصحه بقى واعمل. نظافه بقى الشتوي المفروض ان انا اعملها، ولسه الشتاء لسه ما هلش علينا. الجو جميل اليومين دولت. فيديو بقى نشاط ليكم وللبنات وللستات، ما فيش كسل بقى ويلا تنشطوا. انا تعبانه اهو والله، ومفروض ان انا ماليش حركه وماليش مجهود وبعمل والله، رغم مين هيعمل لنا يعني. هي السجادة الحاجة الوحيدة اللي انا بعملها بره. وساعات انا بغسل كمان حاجة المطبخ، مشايات المطبخ ومشايات التواليت، ده لازم اسبوعيا لازم اعملهم، او يوم بعد يوم حسب ما يجي عليهم مية او كده. هو برضه ده انا بعملهم في البيت يعني. بصوا بقى مسكت حتة حتة كده الحيطان، زعفتها بالزعافة وبالريشة ديت. شلت كده هو من على الحيطان التراب اللي دخل من البلكونة. كانت بصراحة ايه، كانت مليانة تراب. والشبابيك بقى وغسلتها، وغسلت الشبابيك. بعد ما بشيل التراب بغسل، عشان التراب لو جه عليه مية بيعمل زي عزكم الله طينة كده، هو متبقاش حلو على الشبابيك. فلازم نشيل التراب الأول ونمسحه، وبعد كده ندلق بقى مية ونغسل براحتنا. اهو خلصت كده الشباك الصغير، وجيت شباك البلكونة برضو عملته. وبعد كده بقى اخش على المروحة واشيل الوش بتاعها واغسله. وخشيت على الخشب، لمعته هنا الخشب، لمعته السرير والدولاب والكومودينو. وبقى شلت بقى الملاية، عملت الستارة، ركبت الستارة فوق السرير عشان ما اقفش على السرير تاني. وركبت بقى هنا، حطيت الملاية وحط لها الدفاية بقى عشان ندفي الأوضة. رغم ان جنة ما بتنامش في الأوضة ديت، والله جنة بتنام معايا في أوضتي، أوضتها هي أختي، ودي أوضة الضيوف، أوضة تيتا.
اللي بيجي عندنا بينام على السرير دوت. ليها سرير تاني بس الأوضة صغننة ما اتحطش فيها. بعد كده مسحت بقى الأرض طبعا، جريت الكومودينو وعملت من تحته تسريحة من تحتها، كل حاجة بقى. ما سبتش المساحة دي، اللي متابعني من زمان عارف ان كنت جايباها اونلاين، جميلة جدا يا جماعة، حلوة قوي قوي قوي. يعني انت عارفين انا عملت بالشرشوبة وبعد كده نشفت بيها، بتنشف الارض وجميلة تحفة. شايفين كده خلصت؟ شايفين النظافة يا سيدي؟ 1 2 3 4 5 هوبا، هو ده النظافة بقى. والسجادة دي اتغسلت وفرشتها اهو. كل حاجة اتعملت في الأوضة، كل شبر في الأوضة اتعمل. وريحة النظافة بقى مش قادرة اقول لكم. واللحافة بقى الشتوي محطوطة هناك على جنب، ساعة لما نيجي ننام بقى بنتغطى بيها. شايفين بقى؟ ده اول التنظيفات بتاعتنا. بقول لكم باي باي اهو في المراية. متنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب، واستنوا الفيديو القادم الريسبشن وهعمل ايه.